أهلا بكم في رحلة اليوم. هل شعرت يوما أن عقلك يشبه غرفة فوضوية؟ الأفكار فيها متداخلة والمشاعر هي التي تقودك في اتجاهات متناقضة. الحقيقة أننا نعيش في عصر يقدس السرعة، لكنه يفتقر إلى المنهج. اليوم لن نتحدث عن نصائح سطحية، بل سنغوص في فلسفة نادرة في ثقافتنا الحالية. سنعلمك كيف تبني عقلية إبداعية تعتمد على سلوك منهجية علمية أصيلة. سنستعرض 5 نصائح ليس فقط لتفهم الفلسفة الرواقية، بل لتجعلها المحرك اليومي لصلابتك النفسية. النصيحة الأولى: عقلية الباحث، تجريد المشاعر. تخيل أن مشاكلك هي مادة كيميائية داخل مختبر. هل ينفعل الكيميائي إذا تفاعلت المادة أو انفجرت؟ بالطبع لا، هو يراقب، يحلل ويسجل. عندما نقول سلوك منهجية علمية أصيلة، نحن نعي ألا تكون المشكلة هي أنت. افصل نفسك عنها تماما. اسأل بعقل بارد: ما هي الحقائق؟ وهل هي مجرد فرضيات أو مخاوف في رأسي؟ في المرة القادمة التي يغضبك فيها موقف أو شخص، توقف لثوان وقل لنفسك: أنا الآن ألاحظ وجود شعور بالغضب، بدلاً من قول أنا غاضب. هذا هو جوهر المنهجية العلمية في إدارة الذات. أنت المراقب ولست الشعور نفسه. النصيحة الثانية: فلسفة الصفحة التالية. لماذا يفقد البعض الحماس بينما يظل الآخرون متوقدين دائما؟ السر يكمن في الفضول المستمر. إن أحد أسرار الإبداع هو تشويق النفس لمعرفة ما تحتويه الصفحة الأخرى، وهذا التشويق ليس للقراءة فقط، بل هو محرك للحياة ذاتها. تخيل أنك تستيقظ كل صباح وأنت ترى كل عقبة تواجهك كأنها لغز يحتاج حلاً في الفصل القادم من حياتك. الرواقيون القدامى كانوا يمارسون هذا، كانوا يرون في المصاعب مادة خاماً للتدريب. الشخص الذي يفقد هذا الفضول يغلق كتاب حياته مبكراً ويتوقف عن النمو. النصيحة الثالثة: دائرة التحكم، الرواقية العملية. لماذا ننهار نفسياً؟ ببساطة لأننا نحاول استهلاك طاقتنا في التحكم بأشياء لا يد لنا فيها. رغم ندرة المراجع التي تشرح هذه الفلسفة بعمق، يمكننا تبسيطها في قاعدة واحدة: العالم ينقسم لنوعين: أشياء تملكها بالكامل مثل رأيك، قيمك ومجهودك، وأشياء لا تملكها أبداً مثل كلام الناس، الماضي أو نتائج الغد. إذا ركزت كل ذهنك على ما تملك، ستحصل فوراً على تسلسل أفكار هادئ ومنظم. التوتر الحقيقي يأتي دائماً من محاولة إصلاح ما لا تملك سلطة صلاحه. النصيحة الرابعة: كن المرجع لنفسك، التطبيق فوق التنظير. المعرفة التي لا تتحول إلى ممارسة هي مجرد عبء ذهني ثقيل. في عالم يفتقر للمراجع القيمة في هذه الفنون، تذكر أن الصلابة لا تأتي من القراءة أو الاستماع فقط، بل تأتي من الممارسة المستمرة. كن أنت المرجع العلمي لتجربتك الشخصية، لا تكتفي بالاستماع للآن. جرب مبدأ واحدا فقط مدة أسبوع كامل، وسجل النتائج بوضوح. هل أصبحت ردود أفعالك أكثر اتزانا؟ هل تحسنت صياغتك لمواقفك اليومية؟ النصيحة الخامسة: هندسة الهدوء. قلق ليس عدوا خارجيا، هو ببساطة مجموعة أفكار غير مرتبة تصطدم ببعضها البعض داخل رأسك. العقل المبدع والمنتج يتميز بتسلسل أفكاره وطريقة صياغته. عندما ترتب أفكارك، أنت تحول الضباب الذهني إلى خريطة طريق واضحة. كل ليلة قبل النوم أمسك ورقة وقلم، رتب أفكار يومك القادم في نقاط محددة. هذه الصياغة الكتابية
وتجبر عقلك على اتباع منهجية علمية منظمة. ستكتشف حينها أن 90% من مخاوفك لم تكن موجودة إلا في حالة الفوضى الذهنية قبل الترتيب. تذكروا دائما أن العقلية الإبداعية ليست ضربة حظ أو موهبة تولد بها، بل هي سلوك ومنهجية نختار أن نعيش بها كل يوم. استخدموا هذه القواعد الخمس لتكونوا النسخة الأكثر صلابة ومنطقية من أنفسكم. شاركونا أي قاعدة شعرت أنها الصفحة الأولى في كتاب تغييركم القادم. نلقاكم في الحلقة القادمة.